السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت إن أحكي عن معاناتنا في قطاع غزة، وأنا واحد من الناس اللي ساكنة في قطاع غزة. اليوم قريت خبر على الفيسبوك إنه الجيش العربي يمتلك 5,500,000 مقاتل و4,000 طائرة مقاتلة و17,000 دبابة. والجيوش الإسلامية عدا العربية تمتلك 5,600,000 مقاتل و12 دبابة أو 12,000 دبابة و5,000 طائرة مقاتلة. طيب بدي أخاطب العرب، واحد ذكر يطلع يحكي لي إيش فائدة هدول الجيوش العربية وهي مش قادرة تحرر الأقصى. يا سيدي بلاش، مش قادرة تحرر الأقصى بلاش، الله يجعلهم محاربه، ولكن كوباية مية كيس طحين مش قادرين يدخلوا لقطاع غزة المحاصر. الأطفال هم يبكون من الجوع ومن سوء التغذية وبموتوا، والنساء الحوامل بموتوا، والشيوخ المسنين بيموتوا من قلة الأكل وقلة الشرب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.